دي احلى فتة شاورما هتعملوها، سهلة ولذيذة واحلى من بتاعت بره. الفراخ اللي عندي قطعتها مكعبات، حطيت عليها عصير ليمون، فصوص ثوم مفرومه ناعم، زبادي، والتوابل اللي هكتبها لكم تحت في الكابشن، وسبتها على جنب. التوميه حط النشا والميه، قلبتهم ورفعتهم على النار لغايه لونهم ما بقى شفاف. حطيت بقى الخليط ده في الخلاط مع شويه خل وزبادي وتوم وملح وفلفل، وشغلت الخلاط وكنت بضيف الزيت شويه بشويه والخلاط شغال لغايه ما بقى بالقوام ده. للعيش جبت عيش شامي، قطعته زي ما انتم شايفين كده، قلبته في طاسه مع شويه زيت وشويه سمنه لغايه ما بقى خد اللون ده وبقى مقرمش. للرز حطيت التوابل في حله مع شويه سمنه وشويه زيت، قلبتهم لغايه ما شميت ريحتهم، ونزلت عليهم بالرز المغسول ومنقوع لمده ساعتين. فضلت اقلب فيه لغايه ما سخن كويس جدا، ونزلت بميه سخنه برضو لازم تكون سخنه كويس جدا. اول ما يتشرب ما افتحش عليه مده تلت ساعه كامله، وبعد كده هيكون استوى. اخر حاجه بقى هسوي الفراخ، احطها في طاسه سخنه جدا فيها شويه زيت وشويه سمنه، اول ما تاخد لون